وسط عاصفة شديدة وضلمة كحل، في صوت واحد بس اللي بيتسمع، صوت صخرة بتقفل طريقهم للأبد. الحكاية بتاعتنا النهاردة عن اختبار إيمان، بس مش أي اختبار. طيب، تخيل معايا كده للحظة، لو الواحد فجأة لقى نفسه محبوس في ضلمة، مفيش أي نور، وصخرة ضخمة هي كل اللي بيفصله عن الحياة بره. يا ترى إيه اللي ممكن ينقذه في موقف زي ده؟ القصة كلها بتبدأ ب3 رجالة. عاصفة شديدة جدا خلتهم يجروا يستخبوا في كهف في جبل، بس يا دوبك دخلوا والمصيبة حصلت. صخرة عملاقة وقعت من فوق وسدت عليهم المخرج تماما. اتحول الكهف في لحظة لفخ مميت. طبعا حاولوا بكل ما فيهم من قوة يزقوا الصخرة دي، لكن ولا الهوا، كانت أثقل من أي حاجة ممكن يتخيلوها. هنا بقى في لحظة اليأس دي فهموا إن قوتهم كبشر خلاص خلصت، مفيش أي مفر ليهم إلا ربنا، وأخلص عمل صالح كل واحد فيهم عمله في السر بينه وبين نفسه. طيب، خلينا نشوف أول أمل ليهم، أول دعاء، أول قصة. القصة دي بتتمحور حوالين بر الوالدين. أول واحد فيهم رفع إيده للسماء وبدأ يدعي: يا رب، كان لي أب وأم كبار في السن، وكان عندي عهد على نفسي إني عمري ما أسقي أولادي ولا أي حد من أهلي قبلهم. وفي يوم اتأخر في شغله ورجع البيت متأخر ومعاه اللبن بتاعهم، لقاهم ناموا. وهنا بقى الموقف الصعب، كان ممكن يصحيهم أو يسقي عياله الجعانين، لكنه رفض يعمل ده أو ده، كره يزعج نومهم وفي نفس الوقت ما قدرش يكسر عهده ويسقي حد قبلهم. فتخيلوا المنظر، فضل واقف مكانه طول الليل وإناء اللبن في إيده ما بينزلوش، وولاده الصغيرين تحت رجليه بيعيطوا من الجوع، وهو واقف صابر مستني أول خيط من نور الفجر عشان يصحوا ويشربوا. إخلاص عجيب بصراحة. وبالفعل الدعوة استجابت، الصخرة اتحركت، حاجة بسيطة كده يا دوبك دخلت خيط رفيع من النور. شافوا النور لأول مرة، بس الفتحة كانت لسه صغيرة قوي ومستحيل يخرجوا منها. الأمل بدأ، بس لسه الطريق طويل. طيب، بعد ما بر الوالدين فتح أول بصيص أمل، جه دور القصة التانية، قصة عن صراع تاني خالص، صراع ما بين الشهوة والخوف من ربنا. الراجل التاني بدأ دعائه: يا رب، كان ليا بنت عم كنت بحبها حب محدش حبه لحد. حاولت معاها كتير وهي كانت بترفضني دايما، لحد ما الدنيا ضاقت بيها جدا والفقر مسك فيها. لما جات له تطلب المساعدة، هو استغل الموقف، قال لها هديلك 120 دينار ذهب، وده كان مبلغ خرافي وقتها، بس بشرط واحد: تسلمني نفسها. يعني كانت مقايضة صعبة جدا بين فقرها المدقع ورغبته اللي كانت عمياء. ولما خلاص تمكن منها وقعد بين رجليها في اللحظة الأخيرة دي، قالت له جملة واحدة بس هزتها من جوه: اتقي الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الكلمتين دول نزلوا عليه زي الصاعقة. وفي اللحظة دي بالذات الخوف من ربنا غلب كل حاجة تانية. قام من مكانه فورا وسابها، هي اللي كان بيحبها أكتر واحدة في الدنيا. ومش بس كده، ده ساب لها الذهب كله ومشي. تخيل، ساب كل حاجة. وبسبب العمل ده، بسبب خوفه من ربنا في اللحظة دي، الصخرة اتحركت تاني، الفتحة وسعت أكتر والنور بقى أقوى. الأمل بيكبر، بس لسه مخرجوش. ونيجي بقى للقصة الثالثة والأخيرة، قصة الأمانة، وإزاي الأمانة ممكن تفتح أي باب مقفول. الراجل التالت دعا ربنا: يا رب، أنا كنت مشغل عمال عندي وكلهم قبضوا إلا واحد بس ساب أجره اللي هو كان مبلغ بسيط ومشي فجأة من غير ما ياخده. الراجل ده كان ممكن ياخد الفلوس دي لنفسه، محدش كان هيعرف، لكنه عمل العكس تماما. أخد الأجر البسيط ده وفضل يستثمره وينميه لصاحبه، ومع مرور السنين المبلغ الصغير ده كبر وبقى ثروة حقيقية من الإبل والبقر والغنم. وبعد سنين طويلة قوي العامل ده رجع، راجل عجوز وفقير، وكل اللي عايزه هو أجره القديم، يا دوبك الفلوس البسيطة اللي سابها ومشي. وهنا بقى بتحصل المفاجأة اللي محدش يتوقعها. صاحب الشغل بصله وشاور على كل الثروة اللي في الوادي وقال له: كل اللي عينك شايفاه ده من إبل وبقر وغنم ده أجرك. العامل طبعا افتكره بيهزر معاه، لكنه حلف له إن دي أمانته اللي هو استثمرها له. وطبعا العامل أخد كل حاجة، ما سابش وراه أي شيء. وبمجرد ما خلص دعائه، الصخرة اتحركت للمرة الأخيرة. المرة دي متزحزحتش بس، دي اتدحرجت بعيد تماما، والكهف اللي كان ضلمة بقى كله نور، والتلات رجالة خرجوا أخيرا أحرار. القصة المذهلة دي خلصت بخروجهم، بس الرسالة اللي وراها لسه ما خلصتش. ايه بقى الخلاصة اللي ممكن ناخدها من الموقف ده؟ الفكرة كلها في 3 حاجات: 3 أعمال صالحة
كانت هي المفتاح اللي حرك المستحيل. أولا بر الوالدين، ثانيا العفة والخوف من ربنا في السر، وثالثا الأمانة. القصة دي بتوصل لنا رسالة واضحة جدا. أعمالك الصالحة اللي بتعملها في السر ومحدش شايفها هي دي رصيدك الحقيقي، هي دي اللي بتشيلك في أصعب وقت ممكن تمر بيه. لأن اللي بيفتكر ربنا في وقت الرخاء ربنا عمره ما بينساه في وقت الشدة، ودايما بيستجيب لدعوة المضطر. وفي الآخر القصة بتسيبنا كلنا مع سؤال واحد مهم: يا ترى إيه هو رصيد كل واحد فينا لوقت الشدة؟ إيه العمل اللي عملناه في الخفاء وممكن يكون هو طوق النجاة لما كل الأبواب تتقفل؟